طريقة سلق الكرنب بكل سهولة. اللي لسه مجربش الطريقة دي فايته كتير خالص. يلا بينا نسلق الكرنب مع بعض بطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخده من وقتك كتير. اول حاجة دي في مية سخنة على النار مع معلقة ملح بس، ما تحطش كمون لانه بيغير الطعم. نصلي على النبي كده بالجماعة ونضيف كومنت حلو بالصلاة على النبي في التعليقات. بتسلق الكرنب بتقطعيه بالطريقة دي والورق هيكون معاكي سهل وسريع، هيطلع معاكي بكل سهولة من المية زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت الكرنبة كلها بعد ما قطعت بس الوش اللي فوق، وبعد كده حطاها في المية السخنة في حلة كبيرة واسعة. بدأ معايا الورق يطلع بكل سهولة. حطيته زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بدأت اقطع فيها. بصوا انا حاليا خدت الكرنبة كلها على بعضها في المصفى عشان اطلعها، عشان بعيد عن المية السخنة عشان كانت سخنة قوي. بدأت اطلع الكرنبة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هبدأ اقطعها يعني مع بعض. بصوا الورق بيطلع معايا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوناش في اللايك وكومنت حلو منك كده جميل، وصلوا على النبي بتاع الرسول وسموا الله كده اول ما تبداوا الشغل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. زي ما انتم شايفين بصوا الكرنبه معايا، بقول لكم انا كنت مطلعاها في المصفى كلها كامله اهي. هنبدا نقطع فيها بقى بطريقه سهله خالص. بصوا الورقه محطوطه ازاي، هرص كل ورقه فوق التانية. مش هتقعد من وقتنا كتير واحنا بنلف المحشي، هيكون حاجه سهله خالص. لو خزنتيه في الفريزر ما تسلقوش، ما تحطوش على النار كتير، مش يستوي كتير عشان الفريزر برضه مع الوقت بيطريه. لو شايفين نبدأ نقطع فيه. هنقطعها لأجزاء مربعات أو مستطيلة، وبعد كده تبدأ انت وانت بتقطعي تقطعي المستطيل بتاعك حتتين، وانت بتلفي المحشي تقطعي المستطيل بتاعك حتتين. يعني كده قطعتها بطريقة مستطيلة زي ما شايفين كده، وبعد كده هنرجع نقطعها تاني مربعات. دي سهلة، ولو خزنتيها هيبقى سهل معاكي، بدل الورق ما بيطلع يتبهدل خالص من الفريزر، هيبقى سهل معاكي انت بتلفي المحشية. ودلوقتي مثلا انتوا هتلفيه دلوقتي هيبقى سهل معاكي في اللف. هنلفوه كده زي ما شايفين. على كل ورقة بتطلع انت على حسب المحشية انت عايزاها صغيرة كبيرة زي ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين كده بدأنا نقطع كل الكمية، قطعناها كلها زي ما شايفين. ما شاء الله طلعت الورقة معايا مظبوطة، وتقطع كبيرة صغيرة زي ما انت حابة المحشية تكون. كده انا قطعت الكمية بتاعتي كلها، وهو جاهز حاليا عندي على اللف او نحطه في الفريزر، مفيش اي مشكلة. بس انا كنت عاملاها طيبة شوية لان هنلف